يا عيني ويا سلام. عملت لكم اليوم جوانح مقرمشة ومقلية، والقرشة ولا أطيب من هيك. هي الطريقة اللي أعطيكم إياها بتشتغل حتى إذا كنتوا تعملوا فروجة كامل، تعملوا فخاد، تعملوا جوانح اللي بدكم إياه. شوفوا لي القرشة مبينة بدون ما أسمعكم صوتها. أول شي بجاط بدنا نحط ملح. تمام، رح أحط لكم المكونات كلها بتطلع عندكم على الشاشة هلا. وبننزل بالبهارات، فلفل أبيض وفلفل أسود، وعنا البابريكا والثوم البودرة والزنجبيل والهيل. وبدي جيب لتر مي. تمام، وبدنا نحركهم مظبوط. وعندي لكل كاسة مي كبيرة بدي حط 5 معالق كبار من الطحين. تمام، رح ارجع عدلكم. كاسة مي كبيرة 5 معالق كبار من الطحين. بعد ما حركناهم مظبوط بدنا ننزل بالدجاج، إن كان فخاد، إن كان عندكم جوانح فروج كامل. ننزل بالكمية كلياتها ومنتركهم 5 دقايق 10 دقايق، مو أكتر. تمام، وعندي الطحين هلا بنرجع بنضيف له كمان نفس البهارات وبتكتروا. تمام، فلفل أسود وفلفل أبيض والبابريكا والملح والزنجبيل والثوم البودرة والهيل. شو في عندكم بهارات حابين انتو تنكهوها كمان؟ حتى فينكم تحطوا البابريكا تطلع حدة، تعملوها مثل الزنجار بتطلع طيبة كمان. ملح كترو لأن الطحين كمية كبيرة اللي حاطة أنا، فحطيت تقريبا معلقة ونص كبيرة من الطحين. وهلأ بدنا ننزل بالدجاج. لاحظوا وركزوا معي، بدنا نحطهم ونقلبهم تقليب، ما بدنا نحط ايدنا على الدجاجة ونعصها هيك مشان يلزق الطحين، غلط هي الطريقة. بدنا نقلبها بس تقليب لحتى تطلع معانا الحراشف بهذا الشكل. وبدنا نخلي فيها طحين، ما بدنا نفضى بالطحين انه ننزل الطحين، خلي شوية طحين بالدجاج معلقين معلي شي. ومنكون احنا محمين الزيت ومنروح مننزل الدجاج لقلب الزيت. اول ما نحط الدجاج بنحط الغاز على النص مشان ما يلدعوا معانا من برا وما يستووا. 7 دقايق 8 دقايق بيطلع عنا الدجاج مقرمش والحراشف مبينة والقرشة ولا أطيب من هيك، ومستويين من جوا ومن برا. النار لازم تكون على الوسط بعد ما نحط الدجاج. تمام، مشان يستووا من جوا ومن برا، وتاخدوا قرشة تدعولي عليها. شايفين حبايب قلبي الحراشف ولا أطيب من هيك. هاد شغل بيت. يا عيني ويا سلام. كله يروح يكتب لي هلا بالتعليقات يا عيني ويا سلام. حارجيكم هلا الدجاج شلون من جوا مستوي ورايح نيفا، مستوية من برا ومن جوا. والله شغل أبو راتب، لا تعليق. صحتين وهنا وعوافي.